الاهلي شال من دماغه دلوقتي قصه المدرب الجديد. ليه؟ عشان خاطر مادي النحاس ماشي اليومين دول بشكل كويس. وانا كنت قلت على المدرس بتاع الدنمارك ده توماس بيرج، قلت ان هو خلاص يعني هو في الاهلي او هو مدرب الاهلي، وهو كان فعلا مدرب الاهلي، كان خلاص كان واقف على رطوش. لكن لما يجي له العرض البولندي ده، وفي ناس اصلا سافرت له من هنا عشان خلاص كانت هتمضي معاه، جاله العرض البولندي فمشي. اسمع كده كلام كابتن احمد شوبير. خلينا بقى يا عم في عماد النحاس. انت دخلنا فريد الأطرش وعبد الحليم ونجاة والست وكده. لا بصوا يا جماعه، من بدري الحقيقه قلت لكم انه الكابتن وليد صلاح قال لي علنا وعلى الهواء انه عماد النحاس مكمل الخمس ماتشات دول اللي هم كانوا انبي، سيراميكا، حرس الحدود، زمالك، ثم مباراه كهرباء الاسماعيليه. وصدق الرجل في الوعد، فلعب الاربع مباريات وفاضل له مباراه. بصوا يا جماعه، كل ما عماد النحاس بيكسب ماتش كل ما الدنيا بتبقى ايه خلاص قربت انه يعني ايه يثبت اقدامه شويه، ثقه الجماهير، وهو عنده قبول عند جمهور النادي الاهلي، فالدنيا مظبوطه معاه مع جمهور النادي الاهلي، فتعلو النغمه انه عماد يكمل، عماد يستمر، وهكذا يعني. فالاهلي في قصه المدرب وصل 3 مرات، بقول لك وصل 3 مرات انه خلص مع مدرب وما كملتش. اخرهم الراجل الدنماركي ده، على فكره اللي اجتهدوا ما اخطاوش، اللي اجتهدوا الراجل المدرب الدنماركي ده كان خلاص يعني فاضل له ساعات ويوقع للنادي الاهلي، لكن جاله العرض البولندي فراح. هنا اجتهاد حميد بالنسبه للناس يعني. على فكره لو انا فده كان كلام كابتن احمد شوبير. فانا الخبر كنت قايله فعلا، كان خبر صحيح، اقسم بالله كان خبر صحيح 100%. الفتره الجايه بتاعت المدربين دي الاهلي يستنى لحد يناير، ده مؤكد. يستنى لحد ما نشوف النتائج دي. 4 ماتشات في شهر 10 هيتلعبوا، وبعد كده في التوقف اللي هو ال 20 يوم ده الاهلي يفكر فيه براحته، يفكر في مدرب قوي ان هو يجيبه، يكون CV قوي، شخصيه قويه. ليك انت كمان قوي، واعمل لايك وشير.